المطعم ده يا جدعان عامل عرض غريب جدا، فانا الصراحه ما صدقتش لحد ما لقيته يعني جايب لي صينيه عملاقه كده. ايه ده؟ كل ده ب 350 جنيه ازاي؟ بجد والله ازاي؟ يعني دول كده جمبريتين ودول كده كابوريهيتين، وبصوا حجمهم جنب وش عامل ازاي. في فعلا حلقات كاليماري كتير، يعني بصوا هي مترصصه قدامي اهي، واهم حاجه هي سمكه اللوت الكبيره. ايه ده؟ مع رز كتير قوي. لا ده احنا نفرش وناكل بقى، نفرش وناكل. نبدا بالجمبريه هي. طب والله ملحمه. هو البريدنج اللي بره باش سيكا، بس بالنسبه لسعرها فاحنا مش طماعين الصراحه. ابتدى عايز يتشمر له. الكالماري لذيذ جدا، بس انا الصراحه عندي فضول ادوق السمك اللوت ده. انا بحترم قوي المطعم لما يكون اصلا هو محل سمك فبيطبخ لك الحاجه بالطريقه اللي هي على قديمه. سمك معمول بالكمون والحاجات اللذيذه قوي دي. رز الصياديه نفسه لونه البني اللي هو بتاع زمان. رز حلو قوي، بس الطحينه مش عارف ليه ميه شويه كده. حلو قوي. ناخد شويه فلفل كده مع شويه كاليماري. يا الله، صراحه الصينيه مشبعه. يمكن ما فيهاش فرايتي كتير قوي. عجبني الاحجام بتاعت الحاجه. اشوف بقى الكابوريا. يا عيني، بص والله الكابوريا عامله ازاي. ايوه بقى، ملحمه ومليانه حركات وبتاع. انا مستمتع، اقسم بالله مستمتع. بص هو اسمه اسماك الشيخ علي، هو فاتح في الفلكي جوه شارع 10 السوق. هو زي ما قلت لكم هو غالبا هو محل بيبيع سمك بس، لكن بيطبخ عادي. عامه دي الارقام بتاعته كلها عشان لو نسيت احطها في الكومنتات. عاش والله يا عم علي، عامل شغل جامد.